السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مع وصفة جديدة من مطبخ زمان الخير. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة. حبيت أجهز معكم اليوم البيتي فور السابلة بطريقتي من غير مضرب كهربائي، وإن شاء الله نتيجة رائعة مثل ما شايفين. تابعوني شوفوا كيف رح نجهزهم وشو مكوناتهم. للسابلة أنا عندي كيلو طحين متعدد الاستعمالات منخول، 700 جرام زبدة بحرارة الغرفة، و400 جرام سكر ناعم، سكر بودرة، وعندي الفانيليا. بدي أضيف المكونات كلها فوق بعضها، ما في طريقة مخصصة ولا في مادة بالمادة ولا مكون. رح نحط كل المكونات ونعجنهم. عندي الفانيليا والسكر، لازم سكر بودرة. نخلطهم شوي مع بعض قبل ما أضيف الزبدة. هلا راح أضيف الزبدة دايبة بحرارة الغرفة حتى تكون سهلة علينا بالعجن. نضيفها فوق الطحين ونعجن كل المكونات مع بعضها. طبعا في طرق تانية، في ناس بتحب تحط السكر والزبدة تضربهم او تخلطهم مع بعض لحتى يذوب السكر منيح. طبعا نفس النتيجة، يعني راح تشوفوا معي هلا كيف تطلع النتيجة خرافية وبتجنن. نفس النتيجة اذا حطيناهم كلهم مع بعضهم او حطينا الزبدة والسكر بالاول مع بعضها، نفس النتيجة. هلا رح نعجن العجينة هي كتير منيح. وهيك صار شكل العجينة. شوفوا كيف قوامها ما بيلزق. شوفوا كيف مو مثل البيتي فور تبع الكيس، لا، هذا السابليه بيجي العجينة تبعه ماسكة، نتعامل معها بكل أريحية. طبعا بدها دعك كتير منيح، بدها عزم، يعني حتى السكر والطحين والسمنة كتير يندمجوا مع بعض. شايفين هيك صار شكلها. هلا رح اتركها نص ساعة بمكان بارد ترتاح ونرجع نشكلها. وهي شكل العجينة بعد ما ريحناها نص ساعة بالبراد. هلا انا رح شكلهم بالقالب هاد، او بامكانكم تشكلوهم بالقطاعات اللي هي انتو حسب. انا رح اعمل شوي بهي وشوي بهي. هلا حاليا رح نعمل شوي بهذا القالب. شايفين الرسمة اللي انتو بتفضلوها حطوه. هلا عندي صينية الفرن ما في داعي ندهنها. هلا رح شكلهم بهالشكل هاد. وهلا بعد ما خلصناها تشكيل رح ندخلها على الفرن ونكمل الكمية ونرجع لكم. هلا انا عندي شقفة من العجينة، انا بدي اعملها بشوكولا. رح نضيف عليها معلقتين كاكاو خام ونعجنهم مع بعض حتى نحصل على اللون اللي بدنا اياه. هيك صار لونها تمام، قوامها تمام، ما في داعي نضيف عليها لا زبده ولا شيء، لانه قوامها طري ظريفه، يعني ما في داعي نضيف عليها زبده، يعني رح تطلع ظريفه وطريه لا تخافوا. هلا رح ننتقل لتشكيلها. هلا رح نشكلها. حطيت شويه طحين تحت على المفرش حتى ما تلزق، تنشال معنا بسهوله، نقدر نقيمها بسهوله. هلا بدنا نفردها، ممكن نستعين بالشوبك. طبعا حتى ما تلزق حطوا طحين عادي ما بيأثر. ما بدي اياها سميكه كتير ولا رقيقه كتير، وسط. هلا عندي القوالب هي انا رح شكل فيها. يفضل نغطى بالطحين شوي حتى ما تلزق، وبنقطعها بهالشكل هذا. شايفين كتير الاشكال حلوه. هلا رح ناخذها نحطها بصينيه الفرن، نقيم القطعه الزايده. نطول بالنا شوي طبعا حتى ما ينتزع شكلهم.
وهي شكل سابليه الشوكولا بعد ما خلصنا تشكيل الكمية. هلا بدي احط قطعة بيضة سادة معهم حتى نعرف اذا استووا، لان اللون غامق اكيد ما رح يبين معنا، فلما حطينا هي اكيد رح تعطينا اللون المناسب نعرف انه استوت الصينية. رح نحطها بالفرن وارجع لكم. هي شكل السابليه بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين شكلها ما احلاه؟ الشكل رائع والريحة بتجنن والطعم بياخذ العقل. هلا رح ننتقل لطريقة التزيين. وهي سابليه الشوكولا بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين ولا اروع من هيك؟ الاشكال بتاخذ العقل. خلونا نشوف كيف رح نزينها. وهي كمية البيتي فور اللي طلعت معنا من كيلو لطحين. شايفين شكلهم؟ ما شاء الله بجننوا وبياخذوا العقل، كتير حلوين والريحة بتجنن والطعم خرافي. انصحكم تجربوه بهالطريقة سهلة وما بدها مضرب كهربائي ولا بدها شيء. هلا نحن رح نزينهم. طبعا الزينة حسب الرغبة، انتم ممكن تزينوها شوكولا بيضاء، انا رح زين شوكولا بيضاء، شوكولا فرمسيل، اي شيء انتم بتفضلوه. حاولوا تصفون الشوكولا قدر الامكان. نصفون، لو في شبك احسن طبعا، بس انا مو متوفر عندي شبك فمضطرة اعملهم هيك. ممكن كمان نحشيهم، نجيب قطعة. انا رح احشيها شوكولا يعني بتحافظ على حالها اكتر، ما بترطب وبتطرى دغري. ان كان كنتوا تحشوها كريمة او مربى نفس الشيء. انا بحب احشيها بالشوكولا وراح اغطيها بالشوكولا بهالطريقة هاي. الشوكولا الحراري رح تنشف تجمد، ما رح تخليها تطرى بوقت قريب. حاول نكون قطعتين مقاسهم ظابط. هون طبعا انا عندي شوكولا بيضة، حطيت لها لون غذائي، لون اخضر حتى اعمل فيهم شكل الشجرة هي، حتى نعملها بلون اخضر. طبعا هاي الالوان خياري يعني مو ضروري، بس انا حابة اعملهم بيعطوا شكل كتير حلو. شايفين شكلها كيف يصير؟ هلا بدي اعمل شوي من غير حشوة هيك، غط نصها ما بدي غطها كلها بالشوكولا. وهلا الفرمسيل بيعطيهم شكل حلو بهالشكل هذا. فرمسيل هلا هاد الشكل الوردة قبل ما ينشف الشوكولا. عندي هي عند اي حلواني بتلاقوها، حبات اللولو طبعا غذائية بتتاكل. بدي زين فيها هيك بنص الوردة، يطلع شكلها كتير حلو. وعندي انا طبعا هاي الفرمسيل دي شكل نجوم هيك، رح ازين فيهم الشجرة كمان قبل ما ينشف الشوكولا. شايفين شكلها ما احلى؟
وهي الشكل النهائي للبيتي فور السابلة بعد ما خلصنا زينة. شايفين شكلهم بجنن، الشكل رائع والطعمة خرافية، بنصحكم تجربوها ما راح تندموا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بألف خير.